رجعنا لحضراتكم مشاهدينا وفقرتنا دلوقتي، وزي ما نوهت عنها في بداية الحلقة مع مصفف لبناني جريء جدا، ضيف غير عادي شهير بقصاته الغريبة وصبغاته وحاجات جريئة جدا هو بيعملها، ويمكن كمان صبغة ال 3D يمكن كتير من حضراتكم ممكن ما يبقاش عارفها. اشتغل مع كتير من الفنانات، والجديد بقى يمكن معلومة يعني أنا عرفتها إن هو كان في مسابقة في لبنان كسب فيها مستر يونيفرسال، واشتغل فترة موديل قبل ما يتجه ان هو يكون مصفف شعر ونفسه وبيحلم بالعالمية. اسمحوا لي ارحب بيه. أليكس اهلا بيك معانا. اهلا فيك. ضيف عزيز في مصر وفي دانتل طبعا. اهلا بيك. Thank معانا كمان ساره بنت محمد، هي ملكه جمال تونس. منوره يا ساره يعني، وطبعا تحياتنا لكل اهل تونس. خليني كده اعرف منك الاول، يعني سبت الموديلنج ودخلت على تصفيف الشعر ليه؟ اول شيء انا بلشت موديلينج كنت صغير شوي. رجعت بلشت بالشعر شوي شوي تدريجيا، كنت بايام المدرسه كمان بس اشتغل ايام العطله. تمام. كفيت موديلينج شوي، بعدين شفت حالي انه بقدر اعطي اكثر بالشعر. حبيت الفكره، حبيت الفاشن اكثر، حبيت طور الفاشن اللي انا كنت اعمله بالموديلينج باشياء اكثر، فحبيت فكره الشعر والتجأت لهيدا المجال. والحمد لله. في حد في العيلة بيشتغل؟ مظبوط. في عندي عمي انا كمان بيشتغل نفس المهنة. وانا بلشت بداياتي عنده. تمام. تعلمت عنده وبعدين صرت انا انتقل. بس في الغالب الموديلنج بيشتغلوا اكتر ستايلست، فان انت تاخد طريق تصفيف الشعر حاجة يمكن شوية مختلفة. هي ثاقبت معي انه انا لما كنت انزل عند عمي على الصالون لضيع وقت، واكثر شيء وقت العطلة، فحبيت المصلحة وحسني وشاف فيني انه انا بقدر اعطي فيها. تمام. وشاف انه عندي فاشن، بقدر اعطي فاشن كتير. فقال لي كفي فيها للمصلحة، نصحني هو وكفت والحمد لله وصلت لمرحلة جيدة. جميل. سارة انت ملكة جمال تونس، واكيد كل ما الستات عامة ويمكن بالاخص بقى ملكات الجمال بيبقوا مهتمين جدا بالموضة وبالشعر وباهتمامهم بشعرهم وبشرتهم. يعني كونك تيجي النهارده مع أليكس اكيد معزة كبيرة. انا واليكس مش اول مره بصراحه. دايما مع بعض. تمام. ايه اكتر حاجه بتميزه؟ ايه اكتر حاجه بتميزه بتبقي حابه ان هو يعملها في شعرك؟ انا بصراحه يعني بعطيه شعري بغمض عيوني. حقيقي. انت مغمضه عيونك النهارده واحنا هنتفرج. هي قمر بيلبق لك كل شيء. اكيد يعني هنقدر نتكلم. هتعمل في ساره ايه النهارده يا أليكس؟ نحن اليوم حنعمل تمشيطه، بما انه نحن الموضه السنه بالسمبل حنعملها شوي سمبل، ما كتير سمبل بس انه ما كتير حتكون عاليه، حتكون واطيه شوي. خرج سهره، فحنجرب شيء يعني اكتر سهره، انما ممكن حاجه للصبح ولا لا يعني؟ لا نحن اللي رح نعمله منه شيء، خرج سهره. تمام. حفله. طيب اللي انت هتعمله يا ريت بقى وانت شغال نكمل كده كلامنا مع بعض، وتقول لي يعني ساره ما شاء الله انت يعني جايب معاك ملكه جمال، فاللي هو اللي هيليق زي ما انت بتقول اي حاجه هتليق عليها. انت يا ريت تقول لنا بس اللي انت بتعمله لساره هيليق بقى احنا كوشوش مختلفه والوان بشره برضو مختلفه، يليق مع مين؟ نحن هلا السنه دارجه شوي التمشيط الواطي. ما كتير دارج عالي، والتمشيط السمبل خاصة على الواطي شوي من قدام بتكمل لورا. فصار اليوم رح نعمل لها شوي تمشيطة على الواطي ستيل الويفي، بس رح نرفع من الشعر شوي. تمام. ما رح كتير نشد لها عن وجهها. رح ننزل شوي بيلبق لها أكثر وبيظهرها جمالها أكثر من قدام. هي وشها مدور صح؟ يعني بتوين. يعني ما بين باين لها مدور اكتر. فاللي هو التسريحه دي ممكن تليق للشعر للوجه المستدير او البيضاوي اكتر. صح. تمام. صح. طيب انا عايزه اعرف منك، يعني انت لو ما كنتش اشتغلت مصفف شعر كنت اشتغلت ايه؟ انا بصراحه بحب التمثيل. تمثيل. كمان اخذ مستر سيناء انترناشونال. فلو انا ما كنت كوافير كنت اكيد رح كفي طب ما انت بالموديلينج. ممكن تشتغل الاثنين بالموديلينج وفوت شوي بمجال التمثيل. تمام. يعني ممكن تجمع ما بين المهنتين. انا جامع شوي، انا عامل كذا شيء مش بس بشتغل كوافير. اخذ مستر اليجنس، مستر سيناء انترناشونال ومستر يونيفرسال، وعامل كذا دعايه انترناشونال. تمام. وشوي كليب
اكيد كليبات، كنت لسه هقول لك الكليب. شوي على تمام الخفيف، ما كثير بحب الكليب. تمام. انت اشتغلت مع مين من الفنانات بقى يا أليكس؟ شعر قصدي. شعر طبعا. انا عامل ممثل المصرية نيلي كريم. ده في عمل ايه، ولا لا كان فوتو سيشن ولا في عمل معين؟ كنا بتصوير. وكنت انا مهتم باللوك تاعولها. تمام. عامل وفاء مصلي الممثلة السورية. من فترة هيك قصيرة كمان كنت مهتم بلوك حليمة بولن. مين كمان كمان عامل لشباب مش بس لبنات. كنت لسه هقول لك بتشتغل برضو مع فنانين رجال. خالد سليم انا كنت مهتم باللوك تاعوله لما كان ببرنامج بالام بي سي. اشرف عبد الباقي، ديانا كرزون. تمام. وفاء كيلاني. ما شاء الله، عدد متنوع يعني. بس اكيد الرجاله مريحين اكتر من الستات ولا هيك شوي. طيب ممكن بس نلف ساره شويه علشان الشغل برضو اللي اتعمل ورا، لا الناحيه الثانيه. تمام، علشان بس الشغل يبقى باين. وعايزه اعرف منك برضو وانت بتشتغل الجديد وموضه 2016 في الشعر كقصات وكالوان، ايه يعني؟ هل انت عامل لها يعتبر كيرلي؟ فهل ده هو موضه ولا الليس موضه ولا مفيش حاجه موضه محدده؟ مبدئيا موضه 2016 حسب سبق وحكيت قبل جريئه وسمبل بنفس الوقت. جريئه هي جرأتها عم تجي باللون، وسمبل بالتمشيط. تمام. الموضه السنه باللون دارج كتير الالوان الجريئه، الكريزي كلر. الكريزي اللي هو اللون الاحمر بالوانه بقى، بينك، بيربل بينك، فيولي، اخضر، تركواز. كتير دارجين الاشياء الجريئه، الالوان الفاتحه. تمام. الوان بحر. فهيدي هي السنه عم نشتغل على هيدي الالوان. كمان بعده دارج الرمادي، الاش بلوند، الاشقر اكيد موضه كل السنه. تمام. مثل الاسود. فعم نشتغل على هيدي الالوان الجريئه الكريزي كلر. كثير العالم عم تتقبلها. في كثير هل تليق على بشرتنا كعرب ولا لا؟ يعني بس حاسه انها الالوان الفاتحه تقريبا بدها شوي برونز بيض اكتر او بدها ميك اب، ونحن العرب يعني بتوين بالظبط. فهتبقى مش اي لون. لا ممكن يبقى فينا نحط شوي ميك اب، مش اي شخصيه كمان. كل العالم بتكون تمام. الشعر الطويل ولا القصير هو الموضه الصيف؟ دارج الطويل الستريت، ودارج القصير. القصير دارج الجارسون. تمام. دارج الجارسون اللي بيجي جنب زيرو، بعدها موضه. دارج كتير هلا. بس هلا الطويل يعني موضته صارت اكثر، مثل هيدا الطول تقريبا او اطول. نحن هلا بتعرف بعصر الاكستنشن. فكل العالم وكل البنات اكستنشن وعم بتطول شعرها. يعني الطويل يمكن مناسب في 2016 اكتر من القصير، يعني الاثنين موجودين، بس نقدر نقول ان الطويل الاثنين موضه، هن الاثنين موضه بحسب شو بيلبق للوجه. بتهيألي انتوا كمصففين شعر الطويل بتعرفوا تفننوا فيه اكتر من القصير وتعملوا حاجات مختلفه بيكون عندنا مجال اكتر بالشعر. بالزبط. فينا نشتغل اكتر بالشعر. حقيقي. طب انا عايزه اعرف منك بقى ايه موضه ال 3 دي عشان يعني انا اول ما قريتها انا عن نفسي ما اعرفهاش، يعني قلت دي عباره عن ايه؟ يعني ازاي صبغه 3 دي او ترسم على الشعر؟ تكلمني عنها. 3 دي نحن صرنا حاكيين كذا مره عن 3 دي. ال 3 دي هو بيجي ميكس كلر ببعض. ال 3 دي مش يعني انه 3 الوان، فينا اكثر من 3 الوان قد ما بدنا، بس 3 دي هو معناته ثلاثي الابعاد، يكونوا الوان ميكس فايتين بقلب بعض مموجين. ال 3 دي ببلش درجات من الغامق بينتهي بالافتح. نحن بنتحكم بدرجه اللون اللي بدنا اياها. تمام. قد ما بدنا بنفتح وقد ما بدنا بنغمق. المهم ال 3 دي يكون ميكس. كل ما تعلي الشعر او وط الشعر او وصل عليه اضاءه بيعطيك لون مختلف، لون جديد. كل ما مشت التمشيطه تمام بيعطيك لون جديد. انعملت ليس بيعطيكي لون. هل طبعا ده بتبقى نوعيه دي نوعيه صبغه ولا طريقه معينه انت بتتبعها؟ 3 دي لازم ينشغل بطريقه حرفيه، طريقه حسابيه. تمام. تكنيك.
طيب تاثيره على الشعر، هل يا ترى بقى يعني معروف ان الصبغه بتدمر الشعر، هل ال 3 دي ان انت تدخل اكتر من لون برضو تاثيره ايه على الشعر؟ عشان لو حد بالنهايه صبغه صبغة ولو في اكثر من الآخر. لون، نحن حقيقي. نلعب بدرجه الالوان. هلا من جديد يعني من فتره شركات الصبغه صارت تدخل كثير كميه زيوت للصبغه، تمام. بطلت تاذي الشعر، بالعكس في صبغه، في صبغات بتعالج تمام. الشعر وبتغذيه. طبيعي انه من بعد الصبغه تريتمنت، مم. التريتمنت لازم يستعمل حتى لو ما في صبغه. تمام. كل ما نحن اهتمينا بشعرنا بالتريتمنت كل ما بده يطلع اللون اجمل وبيضل الشعر هيلثي. انا بقول لك الاشقر ممكن اذا انشغل بطريقه غلط بنشف الشعر، حقيقي. او بيحرق، هاي حقيقه، او بيحرق الشعر. هون بتجي صحه الشعر الزبونه مم. وضمير الحلاق. لا ما ده حقيقي فعلا، يعني يعني دي من الحاجات اللي يمكن انا بقى برضه كمذيعه يمكن بحتك بده، فعلا بتبقى ليها علاقه كتيره يمكن اكتر من الزبونه بضمير الكوافير او مصفف الشعر اللي بيشتغل. صح. خليني اعرف منك، هل يعني برضه من الحاجات اللي بتعملها الرسم على الشعر؟ يعني دي من الحاجات انا دي شفتها قبل كده ان انت ممكن ترسم على الشعر، هل ده بتعمله برضه؟ طبعا هيدا الرسم يعني هي بتيجي بطريقه الصبغه. نرسم مثل 3 دي مثلا، هو طريقه رسم له رسم معينه. فينا نعمل اي رسمه بالشعر، طبعا الشعر يكون يساعدنا على هيدا الشيء، على الالوان اللي بتكون بالرسمه. فينا نقدر نعملها. تمام. هل الشعر يفرق لو خفيف او تقيل ان انت تعمل فيه ال 3 دي او ان انت ترسم عليه؟ ال 3 دي للاجمل يكون الشعر طويل. تمام. ليبين للالوان تاخد حقها بالشعر. ما يبين قصير، نعمل كم لون بس. تمام. مقطوشين. تمام. عايزه اعرف منك بقى، بما ان انت محتك ما شاء الله بكذا جنسيه ومجالات مختلفه، الموضه مختلفه من بلد عربي للتاني ولا لا بتبقى واحده؟ هي الموضه بتنزل موضه واحده بكل العالم. بس كل بلد طبعا بتعرف تختلف العادات والتقاليد تبع البلد، حقيقي بده يمشي عليها. بس هي الموضه موضه، في ناس بتتقبل الموضه وناس ما بتتقبل مين الموضة. اكتر شعب بيتقبل الموضه؟ بصراحه اللي انا شفته تقريبا الشعب العربي كله. لبنان، مصر، مش عشان انا بمصر بس فعلا مصر كثير بيتقبلوا الموضه وبيحبوا الموضه ومتبعين للموضه. تمام. تونس شوي، تونس فايته بس بمجال الموضه هلا اكثر. تمام. طب خليني اسال ساره، انت ممكن تعملي في شعرك موضه ال 3 دي وتغيري وتعملي لون مختلف ولا لا؟ انت بتفضلي اللون الاسود العربي الاصيل، معروف اغلبنا لونه اسود. انا اول حاجه بفضل لون شعري، يعني اكتر حاجه هتليق عليا. بس لو الالوان التانية كمان هتليق، لو ضامنه النتيجه اوكي ما عنديش مشكله. ما فيش مشكله. انت جربت تصبغ لها شعرها لون تاني؟ كنا عاملين قبل الوان وفتنا شوي بالغامق، فهلا تاركين غامق. تمام. لابق لها الغامق، حسوا ان هو مناسب ليها اكتر وبريح الشعر اكتر. حقيقي. اذا انا بدي فتح لها شعرها لساره حتضل كل يوم تقول لي غيري. تمام. فتح لي اكتر. تمام. طيب خلينا بما اننا بنتكلم كمان عن ضمير الكوافير، فيعني حابين نعرف وجهة نظر مصفف شعر اللبناني في الموضة بقى اللي طالعه دلوقتي في حتت كتير قوي، الكرياتين والبروتين، رأيك فيه مع ولا ضد؟ لا طبعا مع. نحكي عن الكيراتين. الكيراتين هو شغله بيفرد الشعر، بملس الشعر اكثر من علاج. بتعرفي في كثير عالم بيكون شعرها بينفش كيرلي، بتحب الليس، فبتروح بتعمل كيراتين ليملس شعرها. منه مضر ابدا، بالعكس هو فيه نسبه بروتين بس طبعا نسبه التمليس اكثر. تمام. بيعالج لها شعرها، بيغلف الشعر. انت بدك تقولي لي انه كيف بيعالج الشعر من مره واحده؟ هو فيه ماده بتغلف الشعر وبيتعالج، ببطل يفوت اضرار على الشعر، بتخف الاضرار وبيسحب منه اضرار. طب ليه في ناس بتقول ان هو ممكن يبقى مضر لشعرها، او ناس عملته وبتقول ان الشعر اللي طلع جديد بعد كده كان بالعكس يعني حاسه فيه بنوع من انواع الهلاك او تعبان، في اجهاد؟ دايما الشعر من تحت بيكون لو كان طبيعي ومنه مصبوغ بيكون تعبان. تمام. عشان بيكون خلص يعني لازم ينقص. تمام. في عالم
بتحب تطول شعرها وبتنسى انه لازم تقص شعرها، اللي هو من افضل علاجات الشعر هو القص. تمام. في مرض بيكون بالطرف، فنحن بالقص بنشيله احسن. اوكي. طيب انا بس عايزه اقول لك ان احنا يعني قربنا يعني شويه نخلص، فانا عايزه بس ننجز شويه لان عندنا حوالي يعني تقريبا 5 دقايق، فنحاول ننجز. انا عارفه ان الكيرلي بياخد وقت في عمايله، بس انا برضو اكيد متشوقه والمشاهدين حابين يشوفوا انت هتعمل ايه، هل اللمه ممكن تبقى ازاي. انا عارفه موضوع مجهد ان انت تتكلم وانت بتشتغل، بس نحاول ان احنا مع بعض. انا بحاول اعرف منك برضو اكبر كم ممكن من المعلومات، وخليني اسالك وانت شغال برضو يا ترى واحنا في الصيف، ومعروف ان الصيف اكتر الشهور اللي يمكن الشعر بيعاني منه، تلاقي اجهاد، تلاقي تقصيف، تلاقي حتى الصبغه. الناس تقول لك ما تصبغش وانت في الصيف علشان البيسين والبحر والميه، وممكن يبقى بيأثر على اللون. الأسئلة دي كلها لو انت تنصحني تقولي المفترض احنا كسيدات نتعامل ازاي مع شعرنا في الصيف تحديدا؟ تريتمنت. ازاي؟ هيدا تريتمنت عنوان كتير كبير، حقيقي. اهم عنوان بالشعر. كلنا بنعرف هلا نحن جاي الصيفية وبحر وشمس وكل العالم على البحر. بالظبط. طبيعي الشعر بس يتعرض للهواء والشمس والبحر مع بعض وكل يوم تقريبا بده ينشف وبده يتعب، فنحن لازم نلحقه بتريتمنت لشعرنا. اذا انضر نعالجه، واذا ما كان بده ينضر ما نخليه ينضر، نحميه، نعمل بروتكت للشعر. فالتريتمنت لازم ينعمل خاصة بالصيف، اذا بحر في بحر ديلي، واذا ما في بحر بكل ايام السنة اتليست وان تايم. بنعمل ايه بقى؟ هل بالاكل، هل بالزيوت، بالكريمات؟ ماسك، في برودويات كتير، مستحضرات كتير، علاج طبيعي، الزيوت فينا نستعمل بالبيت، فينا نشتري ماسك يكون مرتب يكون قوي للشعر. طبعا تمام. هو الحلاق بينصح فيه لحسب شو الحاله المشكله اللي بالشعر بيعطيها ماسك. لازم تستعمله بالجمعه على القليله مره واحده، مره على الاقل في الاسبوع على الاقل. تمام تمام. هيك الشعر بضل صحي، بضل هيلثي، بضل فيها تعمل فيه لون. يعني مثلا تروح عند الحلاق يعمل لها لون هي بدها اياه. هل تنصح ان احنا نصبغ في الصيف ولا لا؟ ايه طبعا، ليش لا؟ يعني ولا بدايه يعني ما نحن قلنا هلا الكريزي كلر، هلا صارت زبونه عم تصبغ بالجمعه مره بالكريزي كلر. بتعرفي الوان بتحل على الحمام، اللي هي بتنزل كل ما حد بيغسل شعره اللون ممكن بينزل، فاللي هي لازم تعمله طبعا بشكل دوري. طيب الكرياتين والبروتين يفرق يتعمل امتى، صيف ولا شتاء ولا ملوش؟ لا ما له وقت الكرياتين او البروتين. تمام. يعني فينا بالشتاء وفينا بالصيف. نحن هذا شيء بنحبه، بنحب نملس شعرنا بنعمله باي وقت بدنا اياه. تمام. طيب لو عروسه تنصحها انها تعمل الكرياتين قبل فرحها ولا لا، علشان ممكن تبقى مستغربه شكلها؟ وهل ممكن يأثر على مثلا حاجه زي ما انت بتشتغل دلوقتي لو بتكسر الشعر بتعمله كيرلي، ممكن يأثر على طريقه عمايل الشعر نفسها؟ انا بنصح العروس تعمل بروتين او كيراتين قبل العرس عادي، بالعكس بريحها. تمام. وبضل شعرها صحي وفيه بروتين ومالس اذا عامله كيراتين. سألتني بيأثر على طريقة عمايل الشعر لو انا بحب الكيرلي، بحب المكسر، يعني في ناس مش بتحب الليس مع اذا هي بدها تعمل كيراتين عارفه شعرها بده يصير ستريت. تمام. اذا بتحب الكيرلي، اذا كان طبيعه شعرها كيرلي اكيد بدها تروح. تمام هتروح. وبيأثر مثل هلا اذا انا عامل كيراتين اذا انا عامل كيراتين وعم لف ويفي ممكن ما يضاين كثير. تمام. هيفك بسرعه اوريدي. تمام. صار بيكون الشعر صار ليس. تمام. طيب هل في وصفه معينه تقدر تقولها لنا فيما يتعلق بتقصيف الشعر وتجعيد الشعر، ولا مجرد بس التريتمنت اللي انت لسه قايل عليه؟ التريتمنت. استعمال التريتمنت العلاج للشعر هو اللي بيحسن الشعر من كل شيء. تمام. انما ما فيش وصفه طبيعيه تقول لنا عليها، زيت معين يمكن كزيوت طبيعيه يعني؟ فينا نخلط زيت زيتون وزيت خروع، هذا بيغذي الشعر وبيعطي لمعيه حلوه للشعر. هذا تريتمنت طبيعي. تمام. طب احنا فاضل لنا دقيقتين يا أليكس. يعني نحن انا عارفه الوقت فعلا، هو كان الكيرلي ده كان المفترض يتعمل من بدري بس مش مشكله، هو يعني
احنا نحاول هنعمل بس شيء بقدر هيك بس. الامكان نورينا بس التسريحه ممكن تبقى شكلها عامله ازاي. و يعني مش عارفه اقول لك ايه، بس كنت نفسي اتفرج على ال 3 دي كصبغه، بس طبعا صعب ان احنا نشوفه على الهوا. انت هتعمل ايه دلوقتي لساره؟ بس انا هيك شوي رح أسرع بضلها حاجة ضبه خفيفه ممكن. من قدام لمه، بما انه بطل معنا وقت. بالظبط، فانت ما لفهن. مشكله، الايام جايه احنا بيناتنا. عصر السرعه. شوف في بقى دلوقتي يعني عروسه وزفه ومستنيين العروسه تطلع. انت بتقول لنا طبعا التسريحه دي تسريحه لسهره. نحن حنعملها سهره. تمام، بس يعني سريعا يا ريت بليز. نحن رح نعملها سهره بما انه نحن بلشنا عم نضب، فاكيد هيدي صارت تسريحه سهره. تمام. تمام، انا مش حلو. احنا هنلم الجنبين. انا مش عايزه اكلمك علشان يعني ما بيأثر. تبقى طيب طالما ما بيأثر يبقى خليني اسالك، الافضل الحنه ولا الصبغه للشعر الابيض يعني لصبغه الشعر عموما؟ اكيد الصبغه. الصبغه افضل، بس أنا في ناس بفضل. بتحس ان الحنه ممكن تكون يعني مغذيه اكتر. هلا مثل ما انا قلت لك، كل الشركات الصبغات اللي تطورت وصارت متطوره اكثر تمام. وعم بتزيد من خبرتها ومن التطور تاعولها، صارت تزيد للصبغه بروتين تمام. والزيوت. ما ببين الشعر ابدا انه مقصف، ما بيعالج. في صبغات طالما بتعالج، ما صبغه بنشف الشعر. معروفه وماركه كويسه فما فيش طبعاً. فيها مشكله. اليكس انت هتفضل مكمل عادي جدا، احنا هنختم بس انت اشتغل عادي. احنا هتفضل معانا طول التتر نشوف التسريحه اللي انت عاملها لنا النهارده، وواضح انها ان شاء الله حلوه. يعني يعني احنا على قد الوقت. كفايه وجودكم معانا النهارده، لبنان وتونس يعني انت مصفي الشعر ميرسي اللبناني. اليكس نورتنا. ساره بنت محمد ملكه جمال تونس نورتي. ميرسي. وطبعا مش عايزه اقول لكم مره تانية تحياتنا طبعا لكل اهل لبنان وتونس. مشاهدينا احنا بكده نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا، لكن خليكم معانا لسه طول التتر عشان تشوفوا التسريحه اللي اليكس بيعملها لساره، ونقول لكم الاعاده ان شاء الله الساعه 1 بعد منتصف الليل، ونقول لكم الى اللقاء. عالجمال والرشاقة بس انتوا تابعوا، شوفوا كل يوم، شوفوا دانتيل. لو عايزين تعرفوا اخبار الموضة شوفوا دانتيل.